ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض صينيه سمك زي الزبده، طعمها خطير جدا جدا وبتدوب في البق دوب. متاكده ان انتوا هتاكلوا صوابعكم من جمالها. طريقتها سهله وبسيطه جدا. بطلي بقى تشوي وتبهدلي البيت او حتى تقلي وتخسري زيت. الوصفه بتاعتنا النهارده من غير ولا نقطه زيت. متاكده ان انت باذن الله هتعتمديها في كل مره تكوني حابه تعملي فيها سمك. وطبعا الطريقه بتاعتنا تنطبق على اي نوع سمك متوفر عندك. ما شاء الله السمك مستوي 100%. بتركات سهله وبسيطه جدا جدا هتطلعي السمك معاكي زي الزبده. يلا على طول نبدا في الوصفه بتاعتنا ونشوف مقاديرها وطريقتها ايه. بس الاول يا ريت ما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناه لو لسه بتشوفيني لاول مره وحابه يوصلك اشعار بكل الافكار اللي بنزلها اول باول. مبدئيا كده الوصفه بتاعتنا النهارده بتعتمد على السمك البلطي. تقدري تستعملي اي نوع سمك متوفر عندك. بنضفه كويس جدا، بنعمل فتحات من الظهر، بننضف البطن كويس جدا. معايا كمان بصلايه واحده كبيره متقطعه جوليان او جوانح. معايا قرنين فلفل رومي متقطعين مكعبات صغيره. طماطميتين بس متقطعين مكعبات صغيره شبه السلطه. دي دقه انا عاملاهم مجهزاها في التلاجة، عباره عن ايه؟ توم وفلفل اخضر وملح وكمون، تمام، او فلفل احمر، ومطحونين وبسيبهم في التلاجة بستعملهم في اي وقت اكون محتاجه او مزنوقه فيه. معايا كمان معلقتين خل. والبهارات معايا نص معلقه صغيره من الكمون، نص معلقه ملح، ونص معلقه هريسه شطه، ونص معلقه فلفل اسود، ونص معلقه بابريكا، تمام. الخطوات بتاعتنا سهله جدا جدا والمقادير اقتصاديه. في بوله فاضيه هننزل بالبصلايه الكبيره المتقطعه جوانح، هننزل عليها بالبهارات اللي قلنا عليها وشويه الخل، وهنبتدي ندعك البصله كويس جدا بالشكل ده. الخطوه دي مهمه جدا جدا لانها طبعا هتطري البصل معاكي وهتخليه يستوي بسرعه، وكمان هتنزل الميه بتاعته فبالتالي هيستوي بسرعه وريحه السمك او الخضار هيبقى جميل جدا. الطماطم طبعا هم طماطميتين كبار، فانا سبت شويه صغيرين منهم هقول لكم هحتاجهم في ايه. وطبعا انا ضفت الفلفل، وبالمناسبه تقدروا تضيفوا اي نوع خضار كمان حابين تضيفوه، زي مثلا بطاطس او جزر، بس تقطعوها شرايح رقيقه. خلاص الخضار بتاعنا جاهز، هنركنه على جنب. في بولة تانية فاضية هننزل بشوية من هريسة الشطة اللي احنا قلنا عليها، وكمان شوية من الدقة بتاعة الفلفل الأخضر. هننزل عليها بشوية الطماطم الصغيرين جدا اللي احنا قلنا عليهم، تمام. هنبتدي بقى ندعكهم كويس جدا جدا. طبعا الدقه اللي انا قلت لكم عليها دي هتكون او كانت عباره عن ايه؟ فلفل اخضر وعليه توم وشويه ملح وشويه كمون. انا بدقهم وبسيبهم في التلاجة عندي في اي وقت اكون مزنوقه اطلع على طول واستعملهم، تمام. طيب بنبتدي بقى نجيب السمك بتاعنا بالشكل اللي شايفينه ده. بنحشي القلب بتاع السمك بخلطه البصل، بشويه من خلطة البصل اللي هي الخضار اللي احنا كنا راكنينه على جنب لسه من شوية، وعليها الخلطة اللي احنا لسه عاملينها زي ما شفتم. بنحشي قلب السمكية وكمان الفتحات اللي في الظهر، وطبعا لازم تكونوا شايلين الخياشيم بتاعة السمك لان هي دي اللي بتزفر السمك بتاعنا. خلاص جهزنا السمك. هنجيب بقى اي صينية عندنا هنفرش فيها شوية كده من الخضار اللي احنا جهزناه، ولو في طبعا بطاطس زي ما اتفقنا تقدروا تضيفوا في قعر الصينية. رشينا كمان شويه من الخضره كده، شويه بقدونس على شبت، تمام، شويه صغيرين كده في ارضيه الصينيه. وخلاص حطينا السمك. بعدين هنديله كمان رشه من التتبيله او الخضار اللي احنا مقطعينه اللي هو بصل وطماطم وفلفل اخضر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وما نكترش، ونحاول نشيل الزيادات اللي بتكون على السمكه من فوق علشان لما تتحمر معانا تبقى واخده شكل جميل والخضار ده ما يتحرقش، تمام. طبعا لو انت حابه تعملي صينيه سمك عدد سمك اكتر من كده، خلي لكل، طبعا بنرش على الفوق شويه على الوش من فوق شويه خضار او شويه خضره بالشكل ده، وقرن فلفل كده للتزيين في النص. وبعد كده طبعا يعني دول شويه سمنه، لو زيت اديها شويه زيت من فوق، ده هيخلي الخضار بتاعنا اللي تحت يكون قوامه كويس، والسمك بتاعنا ياخد لمعه جميله خصوصا لما نشغل الشوايه. بعد ما بنجهزه بالشكل ده بنديله ربع كوبايه ميه صغيره وبندخله الفرن. فرن يكون مسخن مسبقا من الافضل طبعا. بندخله على الصاجه من تحت، بيقعد 10 دقايق على درجه حراره 200. بعد كده بنقلل الحراره ل 180 وبنرفعه على الشبكه اللي في النص وبنسيبه بقى لحد لما يستوي. مش هياخد معاكي اكتر من تلت ساعه من اول ما يدخل الفرن ان شاء الله لحد لما يطلع. بعد كده بنشغل الشوايه على نار متوسطه، نخليه ياخد لون خفيف جدا من فوق علشان ما ينشفش منك. وبعدين بتطلعيه وبيكون بالجمال اللي انت شايفاه ده. اقسم بالله طعمه كان زي الزبده بجد. الوصفه والتتبيله خطيره جدا جدا، وكمان في نفس الوقت بسيطه جدا. تقدري تعمليها في عزومه او تعمليها لاولادك
الوصفه بجد هيشكروكي عليها. وطبعا انا بفضل جنب صواني السمك اعمل رز ابيض، انتوا بقى تقدروا تعملوا رز صياديه او رز ابيض او تاكلوه بعيش حسب ما بتفضلوا، كل واحد وحسب رغبته. في النهايه اتمنى يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم ما تنسوش اللايك للفيديو، حطوا لايكات كتير علشان الفيديو يترفع وكل الناس تقدر تشوف الوصفه المميزه دي. ويا ريت اللي بيشوفني لاول مره ينزل حالا يشرفني بالاشتراك، هتلاقوا كلمه اشتراك مكتوبه تحت الفيديو، اضغطوا عليها وفعلوا زر الجرس اللي جنبها على الكل علشان يوصلكم اشعارات بكل الافكار والوصفات اللي بنزلها يوميا اول باول. وشيروا الفيديو لو حابين، وطبعا اوعوا تنسوا تكتبوا كومنت جميل زيكم، او لو في اي سؤال برضه اكتبوه في الكومنتات باذن الله هرد عليكم ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، مع السلامه.